بالانجلش يعني ما بعد النضوج، وهنا تبدأ تحصل بقى المشاكل المختلفة. انها تقلب لميه زرقاء، انها الاربطه بتاعتها تدوب، ممكن تقع ورا في العين من الداخل، ومشاكل كتيره. وكل مرحله من دول لها قرار نعمل عمليه، لسه النظر كويس ما نعملش عمليه. وشايفين حضراتكم احنا جايبين دلوقتي على الشاشه، او ده مثلا طفل وعنده ميه بيضاء مستويه على الاخر، او ده برضه غلط انه يترك الطفل لغايه ما يبقى كده. والصورة اللي بعدها برضو هنجيب لحضراتكم، شايفين ده هيبقى برضو مية بيضة في سن كبير، برضو بتبقى اما تترك حتى انها تستوي على الاخر بيكون غلط من الانسان، ونوع من الاهمال انه يسيب المية البيضة لما تبقى ناضجة على الاخر كده، لان يفترض انها شوف فيها ده في سن كبير ومستوى على الاخر، كلها بيضة على الاخر. بعد كده بتبدا مشاكل، تبقى بدل ما هي مشكله واحده تبقى مشكلتين وثلاثه واربعه. فده بالنسبة لتعريف المية البيضاء ودرجاتها المختلفة ومراحلها المختلفة، والقرار بتاعنا كجراحين ان نشيلها ولا ما نشيلهاش، ولا نعمل ايه ولا ما نعملش ايه. تمام. طيب نبدأ نخش على المية الزرقاء وتعريفها. انا براجع مع حضراتكم. المية الزرقاء ناس مش فاهمها صح. المية الزرقاء عبارة عن تلف يصيب العصب البصري، مرض في العصب البصري، العصب الداخلي خالص في العين. العصب ده قلت لكم انه عامل كابل بيوصل النظر من العين الى المخ، يشبه كابل الكهرباء، كابل مليان سلوك كتير، 1,200,000 سلك يوصل الابصار من العين الى المخ، مراكز الابصار العليا في المخ. العين في الحالة دي بتكون مش مستحملة الضغط، عصب الابصار والعين مش مستحمل ضغط العين، فيبدأ يحصل تلف تدريجي، ياخد من التل يختل. ويجب ان احنا نخفض ضغط العين، ان تأكد التشخيص بكل الطرق. النهارده برضه معانا الاستاذ الدكتور احمد انور، هنساله عن الطرق المختلفه للعلاج. والميه الزرقاء برضه راجعت مع حضراتكم ان في منها انواع الانسان يولد بيها فنسميها خلقيه، او انها تيجي بعد كده تسمى مكتسبه. في منها نوع اولي ونوع ثانوي نتيجه امراض مختلفه زي الكاتراكت. الميه البيضاء ممكن تجيب ميه زرقاء ثانويه. النوع المكتسب ده فيه منه نوع ممكن تكون زاويه الخزانه الانوميه واسعه ومفتوحه، وده المنتشر اكتر. وساعات تبقى الخزانه الانوميه ضيقه جدا، والنوع اللي الخزانه الانوميه ضيقه جدا دوت بيجي للسن الكبير شويه واكتر في الستات، وفي منه نوع حاد وفي نوع منه مزمن. كل ده احنا بنشوفه، وكل مرحله من دول لها قرار ولها كلام. اوكي. فدي كانت مراجعه سريعه. شايفين هنا الصوره اللي فاتت دي، كان هنا الفوق خالص العين السليمه تبقى مثلا شايفه منظر طبيعي زي كده. لما تيجي الميه الزرقاء تتقدم بالانسان وتبدا تعمل تلف في العصب البصري، شايفين الصوره اللي تحت، مجال الرؤيه انحصر تماما، اصبح الانسان زي بيكون شايف من ماسوره. فده نتيجه تاكل العصب الابصار وانحصار الرؤيه بالتدريج. والصوره اللي بعدها كان عندنا بتوضح التكهف. عندنا شايفين زي الفنجان كده، عصب البصر اهوت عامل زي يكون في فنجان نتيجه تلف الالياف المختلفه بتاع العصب البصري، بيحصل حاجه اسمها كابينج، فنجان بقه واسع. بنشوف احنا المنظر في العصب فبنتخض ونبدا نصور العصب ونعمل تصوير بكذا طريقه ونعمل مجال ابصار وفحوصات وحاجات زي كده. اوكي. فده مجرد بذكركم بالموضوع. الموضوعين دول متشابكين مع بعض بقى، ده ممكن يجيب ده وده ممكن يجيب ده. ممكن الاقي عيان واحد عنده الاثنين مع بعض، ودي لها علاج ودي لها علاج، وكلام كبير، دي تفاصيل كتيره، وده اللي احنا اصلا بنقضي عمرنا كله فيه علشان نخدم حضراتكم. اعزائي المشاهدين، هنستقبل دلوقتي المداخله التليفونيه مع الاستاذ الدكتور احمد انور، اللي هو يعني شرفنا النهارده وادانا من وقته. والله حاليا عنده اجتماعات رسميه في الجامعه، ولكن بنشكرك دكتور احمد انك انت يعني اديت لنا من وقتك الغالي. استاذ دكتور احمد انور عبد الغني، استاذ طب وجراحه العيون، استاذ طب وجراحه العيون بكليه طب جامعه قناه السويس بالاسماعيليه، ووكيل كليه الطب لشؤون التعليم